مرحبا حبايبي، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده مع عائله هافان ولولوا. اليوم احزروا نحن وين؟ نحن باكبر معرض بفرنسا ممكن يكون لكم بالعالم، لاني بعد الطوابق. بس قبل ما نبلش الحلقه ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد. ونورجيهم كل شيء وكل شيء بنقدر عليه. البيبي يا جماعة عن جد يعني التنقل مو سهل مع العرباية. طب يطلع أطفال. هلا عم ندخل على المعرض. وشوفوا حبايبي، شوفوا. انت جاي له قبل هالمرة؟ لا، هي أول مرة. وانا كمان. أيوة. كرمال عيونك وعيون المتابعين. هلا عم بستنى هافان. هلا صار لازم ندخل نجيكم شيء خرافي ورائع. انتو شوفوا لي هالحوض اللي لقطوه الصيادين سنة 1844، تقله أكثر من 1850 كيلو جرام. عن جد شيء رائع. شو في هون؟ ما بعرف. فينا ندخل لهون؟ ايه فينا لكم. واو، مكان خطير الحلزونات. جدا. شوفي الحلزونات الملزوقة شو اسمه؟ شوف انا عم شوف هذا الشيء اللي هون. انا كثير خفت بابا. عن جد شيء بخوف. يمكن ما رح يطلع الفيديو كثير في الوان. اللي متواجد بأعماق البحر. وهي الطلعة من هون بتودينا على مكان تاني. هون عندكم بعض أنواع الأسماك المنقرضة. عم نحاول نورجيكم كل شيء، نصور لكم كل شيء بنقدر عليه. هذا شفت هذا؟ اي شفتهم. هذا انا على ما اعتقد هذا مو بطريقة، انتبهوا، هذا اسمه المنشو، نوع من انواع البطريق، وهي الطيور كمان منقرضة. وطبعا كل شيء عم تشوفوه هو حقيقي ومحنط. حبيبي انا متأكدة انه هذا مصطنع. طبعا هذا مصطنع. هلا في مصطنع وفي حقيقي. بس هلا قلت لي انه هو حقيقي. لا مبين يعني. رجاء لازم تفهمون انتم كمان. ليش قلت لي انه حقيقي؟ خوفتني. هذا اسمه فينا نقول وحيد القرن. لا مائي طبعا. ايه حبايبي، تأسس هالمتحف بالقرن السابع عشر. في أكثر من 1800 موظف وتلتهم باحثين بدرجات مختلفة. وطبعا بيعتبر الواجهة الرئيسية لكل سائح بيجي على فرنسا. هافان، أنا ما عم بعرف لهلا هدول حيوانات حقيقية محنطة ولا بلاستيك ولا شو؟ لا حياتي طبعا كلها حقيقية. هلا هدول كلهم حقيقيين؟ كلهم حقيقيين ومحنطينهم هيك. محنطينهم، وشو بدي اقول لك يعني بدقة رهيبة كتير. سبحان الله. ايه والله.
اعطونا رأيكم بالتعليقات، شو رأيكم بهالمكان، حبيتوه؟ هالمتحف بضم 11 نوع من أنواع الحيوانات المنقرضة وباقي الحيوانات القابلة للانقراض قريبا جدا. عن جد شو رأيك بهالتجربة هافان؟ والله روحي أنا انبسطت منها كتير وتعلمت كتير 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 شغلات، وعرفت هلا قيمة الحيوانات اللي عم تنقرض، رح اهتم فيها أكتر وأكتر. أنا برأيي إنه هاي تجربة استثنائية، إنه نحن عم نقدر نشوف الهياكل العظمية للكائنات الحية المنقرضة واللي رح تنقرض، عم نقدر نشوفها بلا ايه والله قدامنا. وبتمناها لكل واحد يجي يزور هالمتحف، لأنه عن جد فرصة ما بتنعاد. شوفوا لي جمال هالأسد اللي عم ينقرض مع الأسف. وكتير من أنواع هالغزلان انقرضت وعم تنقرض. شايفين الدقة يا جماعة؟ اكتبوا لنا بالتعليقات شو أكتر حيوان حبيتوه من الحيوانات المحنطة اللي عم بتشوفوها بهالفيديو. نسألهم سؤال إنه هذا حقيقي ولا مو حقيقي؟ شو رأيك؟ اوكي، اكتبوا لنا بالكومنتات إذا بتعرفوا. هون عندكم أنواع الفراشات كلها. شايفين أنواع الفراشات ما أحلاها؟ عن جد رهيبة. حبيت صور لكم اياهم عن قريب للفراشات. وهيك كمان كلها طيور منقرضة. انتوا شوفوا لي هالتمساح، جد شيء ضخم، أبو شيء 4 متر تقريبا. هذا شايفكم مثل حردون بس كبير. شوفوا الكنغر ما أحلى مع البيبي تبعه. شوفوا لي السلحفاة ما أحلى. وهي الخفافيش. يا جماعة أنا ضيعت هافان، ما عم لاقي قد ما المكان كتير كبير وعريض. هافان؟ لا يو انت هون؟ صار ساعة عم ناديلك. وانا كمان صار ساعة بستناكي. عن عن جد؟ جد؟ شو رايك؟ انا كنت عم بصور لك مشان اورجيكي المنظر الحلو. كتير حلو. لإلك والمتابعين.
قديش في درج؟ ما بعرف قديش في درج. كتير 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 كتير. هاي نحن بالطابق الثالث بس هو مبين كأنه رابع خامس سادس. قد مو بعيد. بأول الفيديو صورنا لكم تحت هون، وهون في طابق، وبعدين هون في طابق، وبعدين هون في طابق. لحظة وبعدين تصلي. شوفوا لي الجمال. إذا لاحظتوا عندكم جميع أنواع الحمام الزاجل. وهلا صار لازم ناكل الفلافل. يلا. وهي شوفوا كارتو كتير بسيط. هي أول طبق وصل. اي طبعا هي اول طبق وصل. عم نستنى الباقي. يعني ليش بتطلب فلافل؟ بتطلب سندويشة فلافل؟ لأن عرفت ليش؟ لأنه هي إلي يمكن. لا طبعا. لأنه هذا. لكن الطبق إلي؟ هلا انا شوف انت طلبتي شو اسمه؟ الفتة. اوكي بس الفتة. انت ليش طلبت اثنين؟ يعني واحد إلي واحد إلك؟ بدي انا مشان اقول للمتابعين اذا طيب يجوا كلهم لهون. اوكي. شايف شلون؟ وهي الفلافل بقلب دبوس حبايبي، بس رح ندوقها وقيم لكم اياها. طيبة. فيني ادوق الفلافل انا؟ حبيبي قولي هلو. طيبة كتير كتير. وهي بتشل. حدوقها معه. جماعة عندنا الفلافل حلوة. هفن معلش تترك لي البطاطا إلي. لا طبعا. ليش؟ لا اطلبي، هاي الكرت قدامك. انا جعبالي هاي. لك قولي هلو. صلي على النبي. شو الحكي؟ اللهم صل على النبي. بدك تاكل كل هذا ما رح تلحق. انا مثل ما قلت لك عم دوقه للمتابعين، اذا حبوه. امبارح قلت لي عم تعمل ريجيم. هلا خليني طعمين. تفضلوا حبايبي تفضلوا. ميرسي. هاي الحمص انا بدوقها عنهم. لا حبيبي. نعمة. قوية. فلافل. البطاطا بالثوم. هون عندكم بطاطا حرة. الحمص. وفتوش. هون هي فتوش. ايه وزهرة زهرة وباذنجان مقلي. شو يعني؟ خالي من اللحوم. هبان كتير زعلان مني لاني اكلت له صحنه. خلصت لي كل شيء. هلا رح دوق لكم الفتة. تفضلوا كلوا. تفضلوا حبايبي. تفضلوا. اوف طيبة. وعد ما السندويشة طيبة يا جماعة. طلبت سندويشة ثانية مشان ناخذها معنا. الفلافل حبيبي. فلافل ابو عبدو. وبنهاية هذا اليوم مرقنا على السوبر ماركت لحتى نجيب كم غرض لازمين. اي مضطرين حبايبنا. وسكرنا السوبر ماركت معهم. ما عاد في حدا. لهون بيكون انتهى الفيديو حبايبي. ان شاء الله يكون عجبكم. كان معكم عائلة هافان ولولوا. ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب لتكونوا جزء من عائلتنا. واذا اول مرة عم تتابعنا ما تنسى الاشتراك. بحبكم كتير وجايكم بفيديوهات جديدة وقوية.